الدار، جرائم الاستعمار الرسمي منطقه الدار المستغال، معتقل الموت بسيدي علي المعروف بالكريان 26 60 ولا زال نموذجا. اي واحد يكون اخذ الاسبوع. انا هذا درت عليه دراسه داخل الميدانيه، وهذا انا ماشي في اطار تبعي لان انا ولد المنطقه. انا نعرف وانا من الستينات من 67 عندما كنت صغير وانا ندخل عندما كان والو ما كانش مسلمين، كانوا غير هكذا مغارات وكانوا كذا، والحقت عليه كي بداو يسلموه لي في سنه 80 والحقنا عليه معناتها انا ولد المنطقه وعشت هذه الجريمه الاستعماريه نفسها. بل انا عشت في منطقه الخدايديه منطقه الثوره، واحد الواد اسمه واد قلقول هذا كان ممر للمجاهدين وممر لعمليات عسكر بين تاع المحصر، يعني معروفه قصه معركه معروفه، ويعني ونعرف باللي المنطقه ويحكوا لي الوالدين كيفاش كان جابر يوميا تدي الناس، من بينها عائلتي كثير معتقلهم في 56 58 كان 4 عام الحبس، بلاد الشهداء تاع المنطقه معروفين، بلاد المحرقه اللي صارت في منطقه ولاد كياس كيسموها، هذو محرقه قاموا باجبار ساكنه الدوار بحق انفسهم. اسمه في واحد 10 ولا 20 شهيد، يعني حرق الدوار بايديهم ما خلوا والو. يعني احداث بسيطه. ربما هذه جريمه غير مجرد راسي لا يذكرهاش، لكن من خلال الشهادات من خلال العيون، لذلك سميته من خلال مع سياره ميدانيه لاثار الجريمه الاستعماريه موجوده بشهودها باحيانها وبه. اذا بالنسبه للنقطه الثالثه ايضا تكلمت على اندلاع الثوره بمنطقه مستغانم وتطورها. وين تطورت بشكل بسيط بعد عام 54 بعد ما قضوا تقريبا معظم الذين حوالي 99 الى 100 الى 106 حسب بعض الشهادات، انا كلهم قضوا في اسبوع يا جماعه. هذا واش يدير؟ يعني قوه الاستخبارات الفرنسيه. فرنسا يقول ما يعني كانت على بالها كاع من الخطوط ونجم، ولكن ما قدرتش تضبط فقط نهار. بعد 40 5 ايام ياو كامل قضوها. بين منطقه 13 و 11 10 كامل قضوهم عند الوثيقه تاعهم. اذا هنا قوه، وبالتالي الثوره غادي تجمد، ولكن مع ذلك الثوره كانت احتياطات، كانت الخلايا النائمه. انا درت غادي تقرا المقال هذا كيفاش بعد رغم القيام بالاعتقالات فرنسا دور سيقضي وايدي بالمزارع تحرق، الغابات تحرق، قطع الهواتف. عندي مقال في مشروع شياله منشور في كتاب الظهر اللي هو حرب الاتصالات والوصل بين جيش التحالف الوطني والقصه. هذا مقال ارشيفي ب100%، كل ديتو من ارشيف لي بيتيتي دو فرنسا، يعني البريد الفرنساوي يتكلموا على كل منطقه الظهر ومنطقه الغرب الوهراني كيفاش قاموا بقطع خطوط الهاتف، تدمير بعض المحاولات الكهربائيه، تدمير ضرب المزارع الاستعماريه. اذا هذه حرب الوهراني مقال منشور في كتاب اخر وهو منشور في جريده الارشيف التونسي، مجله دوليه في الارشيف التونسي موجوده، منشور مقال منشور فيها، ونشرته في الكتاب سميته ثوره التاريخ مده في 2018 و 2017 خرج لي الثوره بالجزائر، كتبت مقالات حول عينات من الثوره. اذا هذا باش تعرفوا بلي الثوره، وتكلمت على معركه سيدي الزكريا بشكل مفصل. هذه المعركه الفاصله اللي عندها علاقه ما بين منطقه غليزان ومنطقه الشلف ومنطقه مستغانم. علاش؟ المعركه اللي وقعت بقياده الشهيد محمد الجبلي، تخيلوا يضرب 300 كيلومتر بجيش مسلح تعداده ما بين 80 الى 100. يعني بعض الدراسات تاعنا يقول لك يسمع لا، هذه الارشيف تقول بين 80 الى 100. قالوا لي كودور اونتر كضربه مسلحين ملبسين سلاحهم كسوتهم بلدهم، تخيلوا يمشوا من تلمسه منطقه تلمسه مرورا بعين تمشي يديروا واحد المعارك المحليه ثم في وهران ثم يمشوا لمعسكر. وانا كنت تعرف المعسكر كنت عمرك يلقى زميلي هو الاستاذ الشريف البهدي استاذ في جامعه يقول لي باللي كاتبه الشهيد انهم جاوا لمنطقه حساين اسمه دوبلين، حساين قالوا قعدوا عندنا مساكين يقول عفوا